الله الكبير، الكبير المتعال، الكبير العظيم، وهو العلي العظيم. الله تبارك وتعالى إذا تكلم في السماوات بأمره فإن الملائكة يغشى عليها من فرقه وخوفه تبارك وتعالى، كما جاء هذا في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي فيه قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. لا يعرفون ماذا قال الله، فيسأل أهل السماء الآخرة أهل التي قبلها: ماذا قال الله؟ أغشي عليهم من خشيته، أغشي عليهم من عظمته، لأنه الكبير. انظر كيف ختم الآية: قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولأنه الكبير ما استطاع أحد أن يقف لعظمته تبارك وتعالى. ينبغي عليك أن تشاهد مشهد عظمته. إنه العظيم الذي خلق هذا الكون الفسيح الذي نعيش نحن على جزء يسير لا يكاد يرى، الذين ينازعون الله تعالى حقوقه، الذين لا يعجبهم كلام الله ويتعاملون معه على أنه ككلام البشر. أين هم؟ ما هي أطوالهم؟ ليقم الواحد منهم يري الله نفسه. هل سيظهر هذا لو كان ذاك الرجل الذي على طرف الغلاف الغازي، هل كان سيراه لو وقف؟ هل سيظهر له طول؟ أين هو المعترض على ربه تبارك وتعالى؟ هل له طول؟ يرنا طوله. هيقف قدام ربنا ما هو وزنه؟ هل هو يظهر على وجه الأرض أصلا؟ هو أنت باين؟ هم اللي مش عاجبهم كلام ربنا دول باينين؟ هم فين؟ هل يقفون الآن؟ الله تبارك وتعالى السماوات والأرض في كفه تبارك وتعالى كالخردلة. الله تعالى أخبر هذا في كتابه. قال الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن عباس رضي الله عنه: السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلا. عارفين الكلام ده يعني إيه؟ الكلام ده خطير. واحد يقول لك أيوة صح أنا حاسس بيه، لكن خلي بالك الكلام ده سيستتبع أمورا كبيرة مهم جدا أن نعلمها، ومهم في العيد أن تعلمها.